بما أنه في كل مرة أنشئ فيها فيديو خاصا بالأزياء المغربية يظهر أناس من العالم الآخر ليسبونني ويشتمونني، فقررت اليوم أن أقدم لهم خدمة تاريخية وأخصص فيديو كاملا للباسهم العثماني. تأملوا معي هذه الصور: سروال ضخم يكاد يبتلع صاحبه، وكأن الغرض الرئيسي هو إخفاء الجسد كليا، لا جمالية ولا أناقة، مجرد نسخة معدولة عما جاء به الإنكشاريون الأتراك أيام السيطرة العثمانية. وبينما كان المغاربة يبدعون في القفطان والتكشيطة والجلابة وزليج فاس، كان جيراننا يفتخرون بسروال تركي ضخم، والأجمل من ذلك أنهم يصرون على أنه تراث جزائري أصيل لا بني واحد وهما ألنون، مع أن كل الكتب والوثائق الفرنسية نفسها تؤكد أنه لباس عثماني 100%. وبكل بساطة المغرب صنع هويته بنفسه، أما هم فاستعاروا هوية الغير ثم صدروها على أنها هويتهم. إذا رأيت رجلا يتباهى بسروال أكبر من باب بيته فلا تجادله، قل له: مبروك عليكم التراث العثماني المستورد.